وبيبدأ فيلمنا ببهارتي دكتورة في كلية الطب بتخش للطلبة وبتبدأ المحاضرة، ولكن الطالب ده بيلعب في شعر زميلته وبيقول لها شعرك ده ولا سلك مواعين. البنت بتقول يا دكتورة الواد ده بيغلس عليا. بتروح له بتقول له قوم عملت ايه؟ بيقول لها الشيبس وكاراتيه. بتقول له يخرب بيتك انت سكران؟ بيقول لها طول الليل فضلت اشرب لحد دلوقتي لسه سكران. فبترزقه بحتة قلم محترم وبتقول له اطلع بره محاضرتي يا كلب. بيخرج بره وبيتصل بباباه. الراجل بيحضر في المكان وبيخش للمدير. المدير بيبعت لها بتروح له وبتقول له في ايه يا فندم؟ بيقول لها انت طردت الواد ده علشان كان سكران؟ ما تعرفيش ده ابن مين؟ ده ابن عزيز بيه صاحب اكبر مصنع شباشب في الهند. بوس على دماغ الواد واعتذري له وخديه معاكي. بتقول له والله يا مدير انا مستغربه انت ازاي واخد الموضوع بالبساطه دي. الباشا كان سكران وانا بشرح عمليه اقل غلطه فيها تقتل المريض. انا مش هعتذر لحد. هو بتسيبهم وبتكون ماشيه، ولكن ابو الواد بيقول لها اسمعي يا ست انتي ان ما اعتذرتيش لابني صدقيني هتندمي. بترجع لهم تاني وبتسفخ الواد قلم محترم وبتسيبهم وتمشي. بتخلص شغل وبتخرج على السوق بتشتري شويه طلبات وبتروح على البيت. بتقول لعم حنبله العريس واهله جم؟ بيقول لها لسه في الطريق. البنت الصغيره دي بتخش عليهم وبتقول لها وحشتيني يا ماما. بتقول لها وانت يا حبيبتي يلا روحي غيري واقعدي جنب اختك. عم حنبله بيقول لها يا ست هانم رغم ان جوزك مات وقف اسد بتربي بنتينك وجبت التالتة من دار ايتام. قد ايه انت قلبك كبير يا ست الناس. بتقول له ربنا يخليني ويخلي اخوهم. اهل العريس بيجوا والكل بيكون في منتهى السعاده، ولكن عم العريس الرخم بيقول لها البيت ده حلو، يا ترى سابولك ابو البنات قبل ما يموت على الحدود في الجيش ولا جبتي انت اللي معاكي 3 بنات بتشيل الطين علشان تربيهم؟ انا نفسي اعرف ازاي انت تبعتي ابنك كمان على الجيش. بيقبضوه بالروبيا وكل يوم سعر الروبيا يقل. انا معايا ابن شغال في امريكا وبيجيب عمله صعبه. بتقول له انت شايف قيمه البلد في فلوسها ولكن احنا شايفينها في تاريخها. وبصراحه انا فخوره لاننا عيله بتحب الجيش. اخوه بيقول له جبت لنا الكلام يلا اطلع بره. وبيقول للكاهن يلا يا كاهن حدد ميعاد الجواز بسرعه. بيقول له الصنم بيقول اتجوزوا يوم 14 مايو. الست بتقول لهم خلاص انا هتصل بابن اجاي علشان يجي يحضر فرح اخته. وها هو الولد الخطير الجاحد المثير اجاي بيخرج على مهمه يفك قنبله وبيوصل هناك الدنيا بتكون مقلوبه. برساب بيقول له بسرعه يا باشا القنبله ممكن تنفجر في اي وقت. بيقول له طب اعمل لي قهوه. بيقول له يا فندم بقول لك في فرقعه والناس هتموت ده مش وقت قهوه خالص. بيقول له طب انا مش فاكر قنابل غير اما اشرب قهوه. وفعلا بيعمل له القهوه وبيشربها على اقل من مهله. بيروح بكل بساطه وكده بيفك سلك القنبله وابن الهرمه ده بيتصل من بعيد علشان يفجرها، ولكن اجاي بيكون فصلها. بيطلعوا جري وراه وابن الصرمه بيفك القناع اللي هو لابسه وبيلبسه للشخص ده. بيقول له انا مسكته يا باشا اهو هو ده اللي كان بيجري منكم. اجاي بدون مقدمات بيديله واحده في دماغه. برساب بياخده على جنبه وبيقول له ايه عرفك ان هو ده المجرم؟ ممكن يكون الواد التاني. بيقول له لما كان بيجري داس في الطين برجليه وهو الطين موجود في الجزمه، وعما كمل جري اتخبط في الحيطه واتبهدل لون ازرق بالظبط كده زي ما انت شايف. بيقول له يا ابن اللعيبه يا باشا. بيرجعوا تاني الكتيبه وهم بيلعبوا كوره. الشخص ده بيقول له خد يا فندم تليفون علشانك. بيقول له مين؟ بيقول له ام ساعتك. بيقول له يا ابني انا امي ميته يبقى اتاكد التليفون ده جاي لاجاي مين بالظبط. وبيسيبه ويمشي. اجاي ابن الدكتوره بهارتي بيقول لها وحشتيني يا اما. بتقول له انا بقالي 3 ايام يا ابني بحاول اتصل بيك، حاول تيجي قبل يوم 14 علشان فرح اختك. بيقول لها انا كلمت القائد وخلاص هيدينا اجازه. واجاي البطل بيكون سامحهم من بعيد عشان ما تتلخبطش يا زعيم الاتنين اسمهم اجاي. المهم بالليل القائد بيجمعهم بيكون جالهم الفيديو ده بيكون في ارهابي بيقول لهم رئيسنا محبوس عندكم، لو ما خرجتوش رئيسنا في خلال 24 ساعه هنخلص على كل الاطفال دول. القائد بيقول لهم احنا ما قدامناش حل تاني لازم نطلع رئيسهم والا هيقتلوا الاطفال. المساعد بتاعه بيقول له بس ده ارهابي كبير يا فندم احنا خدنا فتره كبيره علشان نقبض عليه. بيقول له نفذ اللي بقول لك عليه. نفذوا لهم كل طلباتهم. اجاي بيقول له بعد اذنك يا فندم احنا مش هنخرج حد من هنا، احنا الجيش الهندي لا نهاب ارهاب هنروح ونهجم عليهم وبكره الساعه 8 و8 دقايق و8 ثواني هكون خابط ابن الصرمه ده طلقه في دماغه. وفعلا بيسحب قوه وبيروح على هناك بيخشوا جوه وبيتمركزوا في المكان. اجاي بيقول له القناص في واحد هناك. بيقول له بس تحته يا فندم
في عربيه هيقع عليها يعمل صوت. بيقول له نفذ ومالكش دعوه، وفعلا بينتشوا طلقه، ولكن قبل ما بينزل على العربيه الرجاله بيستلموه، بيخلصوا على كل اللي بره، وعجائي بيديهم الاشاره وبيخشوا جوه. بيخلصوا على اغلبهم، ولكن الباقيين بياخدوا كفر الناحيه التانيه. قائدهم بيقول له ايه يا باشا، هتخش علينا ولا خايف؟ ولا انا نسيت ان انت وجيشك الهندي قلوبكم قلوب ضباع، ما انتوا لو رجاله تعالوا هنا هجموا عليا. عجائي بيبص عليه، بيعرف انه عامل لهم كمين بالقنابل، فما بيرضاش يروح له. ابن الصرمه بيقول له لو في راجل في الجيش الهندي هجم علينا. عجائي ابن الدكتور ابو عرط بيغضب وبيخش عليهم بكل غباء. عجائي الكذاب بيقول له ارجع يالا ده كمين، ولكن ما بيسمعلهوش، وفعلا المكان بينفجر بيهم. هو بيقول لرجالته خرجوه بسرعه، وبيكون في منتهى الغضب. بيلف الناحيه التانيه وبيرمي الحبل الناحيه التانيه، بيتشعلق فيه وبياخد معاه الاتنين. ويا سلام على الكذب اللذيذ، الواد بيتشقلب وبيكذب وبيهري كتير في المكان وبيخلص عليهم كلهم. بيمسك قائدهم وبيبص في ساعته، بيقول له لسه ما جاتش 8. تعرف تقول لي الصح تدحم بوه؟ ما بيلحقش يقول لانه بيكون مخلص عليه. بياخد الاطفال وبيمشي، وللاسف اجاي ابن الدكتور ابو عرطي بيخش في غيبوبه. القائد بيجمعهم وبيقول لهم زميلكم اجاي كان سايب عيلته وكل حياته ودنيته وجاي هنا يحرس حدود البلد. من يومين قال لي ان اخته هتتجوز، اديته اجازه، ولكن حصل اللي حصل قبل ما ينزل فرح اخته. وبما ان فرح اخته يوم 14 مايو مش هنقول لامه غير بعد فرح البنت، لازم نسيبهم يفرحوا، وبعد كده بقى نقول لامه الخبر تدريجيا. امه اللي بعتت جوزها على الحدود ومات، وابنها بين الحياه والموت. مين اللي هيروح المهمه ويقف جنب العيله الوطنيه دي؟ عجائي بيطلع خطوه لقدام، بيقول له كنت عارف انك انت اللي هتروح يا اسد، جهز نفسك وشوف هتاخد مين معاك. بيقول له هاخد برساب بس. في الوقت ده الوزير ناجندر كالعاده مكتف واحد من ضحاياه، راجل ظالم مفتري واخد المنصب بدراعه مش بحب الناس، واي حد بيفكر يقف قصاده بيخلي عيشته خراب، ولذلك محدش قادر يقف في وشه ولا يوقف جرايمه. ما يعرفش ان اللي جايله في الطريق هيخلي حياته عذاب. في الوقت ده البت راما بتقف قدام الصنم وبتقول له اسمعني يا برنس، انا حلمي في شاب يكون حلو وكيوت، كداب وزغلوط، شلاط ومرغوب. وهوب بيظهر قدامها عجائي، بتقول له هو ده المطلوب. بتروح له وبتقول له سكه ودغري انا مش هسيبك، انا نصيبك. بيقول لها امشي يا بت انت من هنا. بيخلع منها بالعافيه، ولكن بتأجر له البلطجيه دول علشان يتجوزها بالعافيه. بيقول لرئيسهم اسمع يا حبوب، القطر ده هيخش النفق دلوقتي، لو دخل ولقيتك في وش انت ورجالتك هعمل منكم كنافه بالمانجا. بيقول له هنشوف. وفعلا القطر بيخش النفق. بيخرجوا من النفق، رئيس العصابه يا حب تعالي بيلاقي كل واحد من رجالته على رف، بيشدوا سكينه القطر وبيهربوا منه. عجائي بينزل وبيروح بيت الدكتوره بهارتي، ولكن بيلاقي الدنيا خراب والباب عليه قفل قد دماغ برساب. بيقابله الراجل الكبير ده، برساب بيقول له استنى يا حاج، ما تعرفش فين الدكتوره بهارتي وبناتها؟ بيبص له من فوق لتحت وبيقول له لا ما اعرفش. هو بيسيبهم ويمشي. عجائي بيقول له يلا بينا على الكليه اللي كانت شغاله فيها، وفعلا بيروحوا يسالوا هناك، وكل اللي بيسالوه بيكون الرد ما جاتش بقالها اسابيع. والدكتوره بهارتي بتخرج زي الحراميه، بتشتري اكل وبترجع المكان المهجور ده تاني، بتاكل البنات. ومره واحده بيخش عليها رجاله الوزير ناجندر، بيستخبوا منهم ولكن بيعملوا صوت في المكان. ابن الصرمه بيمسك رمح ده وبيخبط بيه في الشكاري اللي قدامه، بيخبط بهارتي في ايديها، بيخرج الرمح وبيشوف الدم فيه. بهارتي بتتصرف بسرعه وبتمسك الحمامه دي وبتغرقها دم، بترميها لبره. بيفتكروا اللي في الرمح ده دم الحمامه، فبياخدوا بعضهم وبيمشوا من المكان. بيروح للوزير وبيقول له انا قلبت عليها الدنيا يا ريس، ملهاش اي اثر لا هي ولا بناتها. في الوقت ده جاي بيروح اسم الشرطه، بيساب بيقول للظابط بعد اذنك يا باشا، ما بيعبرهمش، وبيقول اللي معاه شفت ابن الصرمه ما اديناش اللي احنا عايزينه. جاي بيغضب وبيقول لهم ايه قله القيمه دي. بيساب بياخده على جنب، والشرطي ده بيقول له اسمع الظابط ده مش هيقضي لك مصلحه، الشخص اللي هناك ده قدم شكوى باسم الست اللي انت جاي علشانها. بيبص على الشخص ده، بيفضل ينده عليه ولكن ما بيسمعهوش وبيمشي. جاي بيخرج بره وبيقعد يشرب عصير، ومن زهقه بيقول للطفل ده بقول لك يا عسل، ما تعرفش فين الدكتوره بهارتي؟ بيقول له ما جاتش هنا بقالها اسبوع. في الوقت ده بهارتي بتنزل بالبنات زي الحراميه، بتسيبهم على جنب وبتروح تجيب لهم اكل، ولكن رجاله الوزير بيشوفوهم. بهارتي بترجع بتلاقيهم اختفوا. رجاله الوزير بياخدوها جري وراهم، والطفل ده بيشوفهم، بيروح جري على اجاي وبيفضل ينده عليه ولكن ما بيسمعوش وبيمشي. الواد بيفقد الامل، ولكن اجاي بيرجع تاني. ولاد الصرمه بيكملوا جري ورا البنات وبيزنقوهم
عليهم في الحته دي. بهارتي بتيجي جري عليهم وقائدهم بيقول لهم ساطور يا رجاله. بيدوا الساطور واجاي جاي عليهم مسحور. ابن الصرمه بيضرب البلطه عليهم ولكن اجاي بيمسكها قبل ما توصل لهم. اهو جالكم خبوا عيالكم. بيقول له انت مين يا دي انت؟ بيخبطوا بالبلطه بتعدي من جنب ودانه. بيقول لي رجالته اسمعوني، انا وعدت الوزير ان هقطع دماغ بهارتي. خلصوا عليهم. تخلصوا على مين؟ ارجع على. وكما قال الشاعر ابراهيم كوخه، الكداب اما يزيد عن حده اجاي يبقى جده. اجاي بياخد الست والبنات على جنب بيجيب لهم ميه، وبرضه ولاد الصرمه بيهجموا عليهم. وهي واحده اتنين تلاته الرابعه بيكونوا في الصين ودمتم سالمين. الواد كداب كدب السنين واجمد واحد في ايده ما بياخدش ثانيتين. ابلع يا حزين. بيخلص عليهم بالكامل وبيروح لقائدهم اللي بيكون قاعد لوحده. بيقول له ما تخافش يالا، انا اقدر اقتلك دلوقتي بس انا هسيبك ترجع للي بعدك وتقول له الكلمتين دول. طول ما جاي موجود هيمسكك سلك العمود. وبيسيبه وبيمشي. وفعلا بيروح للوزير وبيقول له بهارته طلع لها راس ومعاه وحش مفتري كسر عظم 60 راجل لوحده. بيقول له اما نشوف بكره في اجتماع هخلصه وهشوف قدراته. بيقول له براحتك بس انا مش هقرب منه تاني. هو بياخد جنبه وبيقعد. في الوقت ده بهارت بترجع البيت مع جاي وبتقول له انا طول عمري ماشيه صح والمحترم بشيله فوق دماغي وقليل الادب بديله فوق دماغه. معرفش غير ان اعمل الصح واللي يرضي ضميري، ولكن الايام اللي فاتت اول مره في حياتي اعمل حاجات غلط بعد ما مسكوني من ايدي اللي بتوجعني. كانت في محاضره عادي وراح لها عم حنبله حكى لها كل اللي حصل معاه. بتقول له ازاي يعني ابنك انتحر؟ بيقول لها ده اللي حصل. بتبص على دراع الواد بتلاقي ايديه اليمين اللي متعوره. بتفتكر ان ايد الواد الشمال مشلوله وايده اليمين اللي فيها التعويره، يعني الواد مش هيعرف يقتل نفسه. بتروح للدكتور اللي كتب سبب الوفاه وبترمي له الملف في وشه. بتقول له ازاي شاب زي ده مات؟ بيقول لها زي ما شفت التقرير. بتقول له ازاي قدر يقطع وتر ايديه اليمين وايديه الشمال ما يعرفش يمسك بيها حاجه؟ بيقول لها اللي معاك اعمليه، روح اشتكيني. وتروح تشتكيه. الظابط بيقول لها ايه الهبل ده؟ على فكره الورق سليم وممكن انت اللي تروحي في داهيه. بتقول له مالكش دعوه، انا جايه هنا علشان اقدم شكوى ضد الدكتور والوزير. وفعلا بتقدم الشكوى والوزير بيبعت لها. بيقول لها تشربي ايه؟ بتقول له انا مش جايه هنا علشان اشرب. بيقول لها طب اسمعيني كويس، البلاغ اللي انت قدمتيه قدامك 24 ساعه وبتسحبيه. بتسيبه وتمشي وما بتسحبش البلاغ. ابن الصرمه بيستخدم قوته وفلوسه ونفوذه، واول حاجه بيعملها بيمشيها من الشغل. بتقوم التسريب ورق الامتحان. يسيبها؟ لا والله. بيحط لها مخدرات في البيت وبيبعت لها الشرطه ياخدوها. يسيبها؟ برضه لا. بيخرج رجاله من بيتها وبيشيلها قضيه دعاره. يسيبها؟ لا والله. بيخلي اللي يسوى واللي ما يسواش يتحرش بالبنات في الشارع. بهارت بتستسلم وبترجع جري على اسم الشرطه. بتسحب البلاغ اللي كانت عاملاه ضد الوزير وبتروح له جري. بتقول له اهي الشكوى ابوس ايدك سيبنا في حالنا بقى. بيقول لها للاسف عدى عليك 24 ساعه، انت وبناتك محتاجين راجل يحميكم. وقال خلاص ملوش لزوم، خلصوا عليها رجاله. هو بيسيبها ويمشي. الرجاله بيتلموا حواليها ولكن بتمسك الطوبه دي وبتخبط اللمبه وبتهرب منهم. يا الله. وجت معاكي من اول مره؟ ده وانا صغير كنت برمي نص طوب المنطقه على اللمبه وبرضه ما كانتش بتتكسر. المهم بتقول له جاي شفت الكلب؟ بيقول لي بيت عايز راجل ما يعرفش ان رجالتي بعتهم على الحدود علشان يحموه، هم يحموه على الحدود وهو يدمر في البلد من جوه. بيقول لها فكك وانسى اللي حصل، من النهارده انت في وضع جديد. وتاني يوم الصبح بياخد الجرار وبيروح على اسم الشرطه. بيدوله الورقه دي وبيقول لهم شكوى تاني ضد الوزير. انت يا ست انت ما بتحرميش، انا مش هقبل شكاوى يا عم. بيقول له هتقبل. بيقول له لا مش هقبل. بيكسر الاسم باللي فيه على دماغه وبيخليه يقبل الشكوى. بياخده وبيروح على اللي حط المخدرات في بيت بهارتي. برضه بيكسر عليه المكتب بتاعه وبيخرجه للصحافه والاعلام. بيقول لهم انا غلطان، الست ده اشرف من الشرف واشرف نفسه شهر على الكلام ده، واحنا كمان اللي لبسناه المخدرات، ولكن الست دي سمعتها زي الفل والله. بيمشوا من المكان ومدير الكليه هو بقى بيروح لهم جري وبيقول له استنى يا عم الناس انا اسف يا بهارتي ومن بكره انت هترجع الكليه تاني. بيروح بقى لمين تاني؟ للوزير في بيته. ما بيكونش موجود، بيكون ابوه اللي موجود. بيقول له فين ابنك يا حاج؟ بيقول له انت مالك؟ بيقول له رجلي في ايد خيالك ما تنجز يالا. الراجل بيترعب وبيقول له ايه ده يا عم الناس، ثانيه واحده واجيبه لك هنا. وفعلا بيتصل بيه الوزير بيجي ومعاه جيش. بيخش جوه وبيكون في منتهى الغضب. بيقول له يا جاي انت ضيف عندنا واحنا هنا بنكرم الضيوف، ولكن طالما جبت معاك عدو هنعمل معاك الجلاشه. بيقول له طب اسمع يالا انت وبطل هري كتير، اسمع اللي هقوله لك وتنفذه بالحرف الواحد والا بص على الراجل بتاعك هتعرف ايه اللي انا ممكن اعمله. بيقول له علشان ضربت لك 6 رجاله تشوف نفسك علينا ولا
ايه يالا؟ بارت بتقول له قصدك 60 راجل، ولو كانوا 600 كان هيخلص عليهم كلهم لوحده. انت ما تعرفش ده مين؟ ده وحش مثير. بيقول لها اسمعها ست انتي. عجيب بيقول له اسمع انت يالا. بيقول له انت بتزعلي؟ انت بتزعلي وانا حواليا 100 واحد من رجالتي، ده لو كل واحد فيهم ضربك كف هيسيحوا جلدك. وريني بقى لو كنت راجل اخرج من هنا. بيقول له حياة الست اللي واقفه دي انا ما شايف حد. بارت بتقول له هو انت فاكرني بهزر؟ رجالتك دول تلفهم وتحطهم في جيبك، بتاخد اجاي من ايده وبتسيبه قدام الرجاله، بتروح تقعد وتحط رجل على رجل، وبتقول له جرب تقرب حد من رجالتك منه، بيدوهم الاشاره بيتلموا حواليه. ابن الكدابه بيديله واحده بيفتح الطريق ليه، ومن بعدها بقى يا سيدي عينك ما تشوف الا التهزيق فيهم، بيكسر عظمهم وبيفسخ جلدهم وبيخلص على نصهم، والنص التاني بيهرب منه. بيروح للوزير وبيقول له اسمع يا عمهم، الست دي حكت لي القصه من طقطقه لسلام عليكم، واما عرفت كل اللي انت عملته معاه ومع البنات اللي معاه كنت جاي افرغ سلاحي في دماغك، بس شفت ان كده هرحمك. انت الحياه اللي انا بحميها على الحدود، ولذلك قدامك 48 ساعه تعتذر للست دي وتعترف على كل مصايبك وتتحاسب زي ما قال القانون، وان ما حصلش ده صدقني مش هيحصل لك خير. بارت بتقول له اسمع يا وزير، انا من رايي انت وابوك الجعر ده محتاجين راجل يحميكم، وبتسيبه وبتمشي. برساب بياخده على واحد صاحبه علشان يعرفوا ازاي مات ابن عم حنبولو ويمسكوا دليل على الوزير. الظابط ده بيكون معاه راما، بتفرح قوي وبتاخد عجايب الحضن، بيقول لها مش وقت خالص. بيخشوا المكتب، الظابط بيقول لهم الواد ده اتقتل، مات وهو وراه لغز كبير، ولكن احنا معانا تليفونه بس مش عارفين نفتحه، حاولنا مليون مره ما عرفناش. عجايب يمسك التليفون، بيشيل السكرينه وبيشوف البصمات اللي عليها، بيعرف البصمات من السكرينه وبيفتح التليفون، بيفتح الواتساب بتاعه بيلاقي فيه شات مجموعه بين 3 اشخاص من ضمنهم الشخص اللي مات. برساب بيقول لهم قبل الحادثه ب10 ايام كانوا ال3 دول دايما بيتكلموا سوا، ولكن للاسف الشات كان بيتمسح اول باول. الظابط بيقول لهم عادي اصحاب يعني. عجايب بيقول له ازاي يعني موظف بينظم فلوس الناس وموظف بنك وبنت بتاعت برمجه، ايه اللي هيخلي 3 من كل جهه يتصاحبوا على بعض؟ بيقول له عندك حق، احنا نروح بيت البنت دي. هو فعلا بيروح البيت، بيخشوا جوه والظابط بيحقق مع اهل البنت، اما عجايب بياخد لفه في البيت، بيخلصوا وبيرجعوا تاني المكتب. الوزير بيتصل بعجايب وبيقول له يا ابني بلاش، انا خليك بعيد عني مش هتعرف توصل لاي حاجه. بيقول له هنشوف. بيقفل معاه وبيقول للي معاه خدتوا بالكم من حاجه في البيت؟ البنت دي كان في صوره حزينه في اوضتها واستماره مكتوب عليها و3 ايصالات من البنك لدار ايتام. الاختصار البنت دي ماتت وفي واحد مات، ولكن في واحد لسه عايش من ال3، لاننا لو جينا بصينا على الصوره دي هنلاقي ان الجثه فيها 6 صوابع، انما الموظف الاصلي فيه 5 صوابع بس، واللي عمله الوزير خبى الموظف الاصلي وقال ان هو مات، مرضاش يقتله علشان محتاج له في حاجه اكبر. بيتصل بالوزير وبيقول له قفشتك يا عسل، الموظف لسه عايش لان في هفوه في الجثه اللي محطوطه بداله، الجثه اللي محطوطه فيها 6 صوابع، انما الموظف الاصلي عنده 5 صوابع بس، وبما انه عايش يبقى عارف كل بلاويه. ما تقلقش انا مستعد الف في الهند بالكامل واجيبه. بيقول له وليه تتعب نفسك يا حبيبي؟ الموظف موجود في غابه ناما، هتلاقيه مستنيك هناك، لو كنت راجل ابقى روح هاته. بيقفل معاه وواحد من رجالته بيقول له انت ازاي يا ريس تقول له على مكانه؟ بيقول له عمرك سمعت عن حد راح غابه ناما ورجع سليم؟ بيقول له لا. وفعلا اجاي بياخدوا العربيه وبيروح جري الغابه. الوزير بيخرج بره البيت بيلاقي بهارت مستنياه، بيقول لها بلاش الثقه دي، اللي في الغابه دول مش بشر علشان يقدر عليهم، دول حيوانات مفترسه. بتقول له ولو كنت فاكر ان اللي راح لهم انسان عادي تبقى غلطان. وفعلا بيوصل هناك بيلاقي شويه شباب صغيرين وفي راجل كبير جنب الموظف. فرساب بيقول له سيب لي العيال الخرعه دي وخش انت هات الموظف. بيقول له خلصانه. بيخش ويا ريته ما دخل، العيال بتكسر عظمه وعم حنبله بيديله القضيه في الحته الفاضيه. بيقول له يلا يا شباب عايزين نخلص علشان ننام. عجايب يخش عليه تاني بيعمل في نفس اللي اتعمل، وعم حنبله بيديله فينش مختلف، بيقول يلا يا شباب عايزين نخلص علشان ننام. بيتصل بالوزير وبيقول له ده حته عيل نايت هقتله لك وابعت لك رقبته في شوال. بيقفل معاه وبهارت بتقول له ما تقلقش 3 دقايق وهتيجي مكالمه هسمعها لك انا كمان. وفعلا عجايب يقوم عليهم لا تقول لي شيشه ولا كباب، احنا معانا عجايب الكذاب ابلع على. بيكسر عظمهم بكل غباء ولا ذكر فيهم فارق معاه. بالشفا حنبله. بيروح على جثته وبيقول له فضلت تقول ننام ننام اديك نمت اهو. بياخد الموظف وبيمشي وبيتصل ببهارتي بيقول لك
الموظف الشاهد الوحيد على كل جرائم الوزير معايا. الوزير بينصدم والموظف بيقعد معاهم وبيبدأ يحكي لهم اللي حصل معاه. بيقول لهم احنا التلاتة اكتشفنا ان الوزير عامل حسابات مزيفة وبيسرق بيها فلوس الناس الغلابة، واما كشفنا خطته ومسكنا الدليل في ايدينا فضلوا يحاسبوا فينا وقتلوا اللي معايا وخدوني انا على الغابة علشان اقول لهم على مكان الورق اللي يثبت سرقة الوزير، ولكن انا ما اتكلمتش وجيت انت يا اجاي انقذتني، وهي دي الادلة اللي معايا. وفعلا اجاي بياخد الورق وبيروح جري للوزير اللي بيكون في اجتماع. واحد من الوزراء بيقول له هو ده اللي رعبك، مش هيعرف يعمل معاك حاجة. بيقول لهم كلكم كلاب، احنا قاعدين على الحدود مستنيين في اي لحظة الموت علشان شوية كلاب بيسرقوا البلد. بياخد الورق وبيسيبهم ويمشي، بيروح يجوز بنت بهارتي وللاسف اجاي بيموت. القائد بيتصل باجاي وبيقول له اجاي مات. بينصدم وبيرجع تاني الفرح، بيحاول يداري الخبر والبنت بتروح بيت جوزها على خير. بالليل بهارتي بتقول له مات صح، انا مش زعلانه، كله فدا الوطن، عرفت انه هيموت يوم ما انت جيت وشفتك واقف قدامي، عرفت ان ربنا عوضني بيك وانت ابن التاني. تاني يوم بيعملوا جنازه عسكريه. في الوقت ده الوزير بيكون مرعوب وقاعد جنب اللي قبله مستني الشرطه تطب عليه في اي لحظه. بيشوف الاعلام والكل قالب عليه، بيقول انا مش هسكت، انا همثل قدام المحكمه بدل ما الشعب ياكلني يتحكم عليا احسن. بعدها بشهرين هخرج من السجن وبعدها هخش الانتخابات وبفلوسي ونفوذي هرجع تاني وابقى وزير. ولكن صاحبنا ده بيخش عليه وبيقول له اجاي ما قدمش الادله للشرطه، والغريب انه مسافر وهيسيبك. اجاي فعلا بيكون في المحطه وبنت الهرمه دي بتمسك فيه وبتقول له ربنا ما همشي من هنا الا لما تتجوزني حالا والا هرمي نفسي تحت القطر. بهارت بتقول له خلاص يا ابني اتجوزها، البنت زي القمر ولايقه عليك. بيتنازل الكذاب وبيقول لها خلصانه الاجازه الجايه هتجوزك. بيخش عليه الوزير وبيقول له انت ليه ما قدمتش الورق للشرطه؟ بيقول له مش شغلك. بيقول له لا ما انا لازم اعرف انت ناوي على ايه والا هموت نفسي حالا. بيروح يقعد قدام القطر واجاي بيروح وراه بيديله الورقه دي، بيفتحه وبيقول له نعم عايزني انا اروح الجيش بعد العمر ده كله تاخدني تمرمطني؟ بيقول له ده الحل الوحيد، هتنزل 3 شهور تدريب، مش هتتعلم الادب وبس، هتعرف معنى الوطن، موافق ولا؟ بيقول له خلاص هروح. وفعلا بيروح معاه وبعد 3 شهور ناجندر بيتغير 180 درجه وبيعرف معنى كلمه وطن. بيرجع تاني وسط البلد وبيدي كل قرش لكل مواطن نهبه. هو بس كده بيخلص فيلمنا. برجولة كده انزل اعمل لايك واشتراك علشان نوصل مليون. ماشي اشوفك بقى الفيديو الجاي يا زعيم. سلام.